العلاقات الأسرية قبل ما يتزوج ولا تتزوج. خلي ربما رسالة أخرى، هذا الزواج هو عبارة عن مشروع مستقبلي. خلي الزوج يعرف وش هي حقوقه وواجباته، الزوجة وش هي حقوق وواجباتها، والزواج مبني على الثقة. هذه تدمر من أسباب. أنا لست مختصا علم اجتماع ولا علم النفس، لكن من بصفتي كناشط جمعوي في بعض الأحيان نعمل مواضيع اللي هي البيت السعيد وجعلنا بينكم مودة ورحمة. من الأسباب القاتلة والمدمرة للعلاقات الأسرية الزوجية هي الخيانة، اللي هي الخيانة الإلكترونية، اللي هي التجسس. خلينا أنت لماذا تزوج مع هذه؟ اخترتها وفق الضوابط. دائما هذا الزواج مربوط على الجانب الديني. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجيه. لما تربطي هذا الزواج على الدين صدقيني بالله ما نشوفوش هذه الظواهر السلبية الجوساسة، شكون اللي كان صور ولا الصور، لأنها من مدمرات حسب المختصين والمختصين في جانب الإرشاد الأسري، من المدمرات للزواج اللي هي عدم الثقة بين الزوجين والجوسسة الإلكترونية.